اكتر هبده انا بشوفها في السوشيال ميديا وما بيقولهاش غير الناس البروفيشنال جدا في التصوير. بص انا طالع اتعارك النهارده مع الناس الجامده دي، ومش هتعارك لوحدي بل هاخدكم معايا. فانت تعمل لايك للفيديو ده وما تعملش فولو غير في الاخر عشان عايز اعرف رايك في الكلام اللي هقوله ده. ويلا بينا. ناس كتير جدا بشوفها بتعقد الموضوع في فيديوهاتها وتقول لك عشان تطلع الفيديو باعلى كواليتي صور فيديوهاتك على 24 فريم او 30 فريم، ما تصورهاش على 60 او 120 او الكلام ده. الصراحه انا شايف الموضوع ده غلط جدا، وبالذات لصناع المحتوى لان هم بيبقوا قاعدين ما بيتحركوش كتير، مفيش حركه مفيش جري، فحته الواقعيه ومش الواقعيه دي ما بتكونش باينه قوي. وبص انا مش هتكلم معاك كتير في الموضوع ده، انا دلوقتي هصور لك نفس الفيديو مرتين، مره ب 30 اف بي اس ومره ب 60 اف بي اس، ومش هقول لك طبعا مين واحد ومين اتنين. انت هتقول لي في الكومنتات واحد كان احسن ولا اتنين كان احسن ولا ما كانش فيه فرق، عشان خاطر اي حد يقول لك صور على 24 فريم ما تصورش على 60 تقوم رافعه الفيديو ده. يلا بينا نبدا. ايه رايكم يا شباب في الاوسكار الجديده بتاعتي؟ جامده مش كده؟ انا بحاول احرك ايدي في الفيديو عشان خاطر تاخد بالك وتعرف هل في فرق بين ال 60 فريم وال 30 فريم. ايه رايكم يا شباب في الاوسكار الجديده بتاعتي؟ جامده مش كده؟ انا بحاول احرك ايدي في الفيديو عشان خاطر تاخد بالك. عايزك تقول لي في الكومنتات مين كان